حتى الجوانب الأخلاقية. كانت الناس تبيع الشراب دو غرو قدام إقامة الوالي، ما بقاش بلعتو يروح خلاص. وربع آخرين جايين ولكن في إطار القانون. تبيع لي الغرو أنا ماشي، أنا مانيش غرو، يروح دير أي ولاية أخرى. علاش تجيني من ولاية أخرى تجي من عندي؟ علاه؟ هذه تحملت مسؤوليات. ما نطلب بعض الأطراف قال هذا الوالي ويحب كذا ويحب كذا. أنا لا، هذا مراه اون دوا موراليزي لا فيل. حرية الفردية نحترموها. كاين المسجد وكاين ربي خلق الجنة والنار كما يقول لك. ما اوني با موراليزاتور، يا دي ليبرتي انديفيدويال، ولكن كاين قوانين تحترم. باش دير لي ان ديبو اللي تبيع الكروب تاع الشراب قدام الدرك الوطني وإقامة الوالي في الشارع الرئيسي في وسط المدينة حرمت. دونك إلي فيرمي لو 2 ديسمبر فيرمي. يروح في منطقة منعزلة في إطار القانون وفق المواصفات القانونية، لا نرى مانعا. الآن في وسط المدينة حتى لي دو زوتر يلحقوا وندير لهم دي ميزون دمور، يحترموا قوانين الجمهورية. عليها ظاهرة، حبيت أقول لكم أنها ظاهرة السرقة مش ظاهرة محلية. أن ظاهرة السرقة هذه الآن والجريمة المنظمة وبيع المهلوسات وهذه الظروف هذه لابد حنا نوقفوا على الأسباب تاعها. أنا لما استقبلت مواطنين من كارمان قال لك أولادنا ما يديروا هالشيء، ما نقولش على حاشا، ما نقول ممكن علاقة ما بين السكن الهش والآفات الاجتماعية. كاين علاقة بين السكن الهش وتدني المستوى الدراسي في المدارس. كاين علاقة بين ظروف الساكنة مع ظروف التمدرس. هذه كل عوامل اجتماعية اوني توس انتربولي. ولكن انتم كمجتمع مدني لابد تعاونوا الشرطة. احيانا توقع سرقة والناس في الحي يقول لك انا نخاف منه، لكن يجي غدوه لو كان دينونسي به يجيني يجي يتعدى عليا. القانون يحمي.